مش بس الرجاله اللي ماسكين البيزنس في مصر، في ستات ثرواتهم بمليارات، قرار منهم ممكن يغيروا السوق تماما. دينا غبور بنت رجل الاعمال رؤوف غبور كانت هتشتغل في بنك سويسرا، لكن فضلت انها تشتغل مع باباها اللي كان شبه مفلس، وبدات من تحت الصفر لحد ما بقت واحده من اهم سيدات الاعمال في مصر. بعد وفاه مامتها اختفت 5 سنين، بس رجعت بقوه واسست شركه حالا اللي بقت من اهم الشركات بجانب اداره شركات غبور. خديجة الجمال بنت الملياردير محمود الجمال ومرات جمال مبارك، ثروتها بتتعدى 7 مليار جنيه، عباره عن اراضي وعقارات في مصر وبره مصر، وهي الوريثه الوحيده لباباها. فريده خميس بنت امبراطور المنسوجات محمد فريد خميس ومرات باسل الباس ملك البتروكيماويات، مسكت مجموعه النساجون الشرقيون ودمجت البيزنس بتاعها مع جوزها، ثرواتها بالمليارات. شاهيناز النجار اجمل نائبه في البرلمان ومرات احمد عز بتاع الحديد، صفقه الجواز ما بينهم ان هو كان يطلق مراته وهي تسيب المجلس، وهي عندها بيزنس كتير في السياحه ودخلت مع جوزها كمان في شغل الحديد. عزة فهمي ملكه المجوهرات في مصر، بدأت حياتها في الصاغة وتخصصت في تصميم الذهب، واشتغلت صبي عند سايغ عشان تفهم السوق كويس. راحت وهي صغيرة اشترت ب3 جنيه فضة وسيحتها، وراحت صممت شوية حلقان فضة وباعتها بضعف الثمن، وبقت بتعمل ده كتير وتكسب. وبمرور الوقت فتحت ورشة لتصنيع الحلي وتصميمه، وعملت بعد كده أكبر مصنع لتصنيع الحلي. وبقت عزة ملكة سوق الذهب في مصر. دقيقتين جامدين.